ايه اللي حصل اثناء جنازة بسنت سليمان؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا جماعة عشان خاطر الناس تمشي عدل، امشي عدل وحاول اختار لنفسك الحاجة الحلوة. بص يا جماعة عشان ما اطولش على حضراتكم، خد بس ثوابك العظيم الاول، عطل لسانك بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. صلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده يا جماعة دي مقدمة كل فيديو بنعملها. مش عيب ان احنا دايما لو هيكون الموضوع مطول ان احنا نعطل لساننا بذكر الله والصلاة على الحبيب، فدي احسن تطويلة ممكن حضراتكم تتوقعوها. عشان خاطر الناس تقول لك ايه يا عم ما تخش في الموضوع على طول، هو في احلى من ذكر الله والصلاة على الحبيب؟ طيب نخش بقى في الموضوع على طول. شفنا جنازة بسنت سليمان، عدد حلو يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يجعله شفيع ليها وربنا يسامحها على اللي عملته. ولكن الناس عندي في التعليقات نازله بتقول لا دي هي اللي هي ماتت موته ربنا ما يرضهاش ودي كفره وكلام زي كده. احنا يا جماعه قلنا في فيديوهات قبل كده بقى احنا بلاش نقول او نطلق الكلمه الكفر على الانسان اللي ذهب الى رحمه الله. انت ما تعرفش ربنا هتقبلها في رحمته ولا ربنا يعني هيوديها النار او هتكون زي ما انت قلت الكلام ده. فبلاش نقول دي كفرة ودي معرفش ايه. ولكن المشهد اللي انا من خلال الفيديو ده عايز اوصله لحضراتكم، ليه انسانة كانت يعني بتطلع في البرامج ومعرفش بتطلع هنا وهنا وهنا، بغض النظر ان هي كانت بشعرها او كلام زي ده. احنا طبعا ربنا يا رب يتقبلها برحمته ويتغمدها برحمته ويسامحها ويسامحنا. ولكن الانسان ربنا مديك الامانه ليه روحك. ليه لما كنت انت انسان على وش الدنيا وبتضحك وبتهزر تطلع على السوشيال ميديا وفي لمح البصر اصبحت يعني شيء من العدم؟ ليه؟ ليه لما انا شفت انسانه برضو عملت زي عملت بسنت كده علشان خاطر قالت الدنيا جت عليا؟ يا جماعه ما هو مش كل واحد الدنيا هتيجي عليه هيعمل في نفس العمله دي. يعني لابد ان احنا نحسبها كويس وندرسها كويس. ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، مهما وصلت لايه يا اخي قرب لربنا سبحانه وتعالى، الامور هتتغير معاك بشكل جذري. ولكن مشهد مهول، شيء لا يصدقه العقل. انسانه الناس كلها بتستغرب على اللي حصل معاها وغموضه، وليه مين اللي قفل البث، ومامتها بتتكلم في تفاصيل غامضه، وبنتي كان في حد يعني بيحاول يعني يهددها، وتفاصيل وقصص يعني كتيره جدا. ليه نوصل للمرحله دي؟ ضغوطات الحياه صعبه، والانسان لما بيوصل بيه الحال ان هو خلاص اتخنق ممكن نفسه تسول له ان هو يعمل اي حاجه. ولكن ما تجزم غيظك وارجع لربنا وحاول اخرج من الهم اللي انت فيه. وده اهم شيء احنا بنحاول نوصله في كل فيديوهاتنا، رساله لكل بنت وكل اخ. انت يعني ما تديش او ما ترميش نفسك في التهلكه وتقول انا ربنا هيرحمني، رحمه ربنا وسعت كل شيء. ولكن خلي بالك من نفسك ومن الضغوطات اللي انت بتعيشها ديت. كل الناس عايشه في ضغوطات، فبلاش نعلق شماعه الضغط والنفسيه وكده. المشهد ما كانش متوقع. في ناس قالت ايه لا ده محدش هيمشي وراها، محدش يعني يسأل عنها، ده ماتت معرفش كفرة. يعني الانسان اللي بيمشي وراه 40 فرد او شخص، ده يعني بنقول ان هو ربنا يا رب يجعلهم يا رب شافعين ليه. فاحنا ده حبينا نوصله من خلال الفيديو ده. ولكن المشهد نفسه مش عايزينه يتكرر، لان احنا شفنا المشهد ده اتكرر، والسنه اللي فاتت معرفش حصل مع برضه بنات من بناتنا نفس القصص كده.
فليه؟ ليه يا جماعة؟ مشهد محزن، للأسف مشهد محزن. كن يعني يوم أو من خلال أيام عادي واقفة، حتى قبل لحظة سقوطها كانت واقفة وعادي، والأمور بالنسبة لها يعني. طب ما ممكن إنسان حياته تتغير في لحظة، في لحظة، بغض النظر عن الشكوك اللي حول القضية ديت، مين ليه في الموضوع أو مين ملوش، دي مش قصتي. عندنا القانون المصري، القانون النزيه اللي يعني بيقدر يجيب النملاية في وسط الصحراء.